انضف كنتاكي واحلى كنتاكي هو اللي انت بتعمليه في بيتك. بيكون اضمن واوفر واطعم بكتير من اللي انت بتشتريه من بره. نسمي الله ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. النهاردة غدانا فراخ كنتاكي معمولة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. عندي فرخة كيلو 300 جرام، قطعتها على 9، غسلتها ونقعتها في محلول النقع، وبعد كده طلعتها صفيتها كويس جدا من المية بعد ما شطفتها، وبدأت أنغسها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. لازم الفرخة تكون صغيرة علشان تستوي في الزيت وانت بتقليها وبتحمريها. اكبر من كده مش هتنفع الا اذا سلقتيها. كده خلاص خلصنا الفرخة بتاعتنا. وعندي ده التتبيلة بتاعتها نص لتر مية. عندي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم وكاري، ومعلقة زعتر وملح وفلفل. دوبتهم في المية كويس جدا وهنقع فيهم الفرخة بتاعتي. هو طبعا يستحسن تنقعها من بالليل للصبح، لكن انا عشان ضيق الوقت نقعتها 3 ساعات 4 ساعات كده لحد ميعاد الغدا وعملتها. حطيتها كده في علبة بغطا وهحطها بقى في التلاجة فترة النقع. لازم التتبيلة تكون مغطية الفراخ بتاعتنا كلها بالشكل ده كده علشان التتبيلة تتغلغل جوه الفراخ ويبقى طعمها جميل، طعم كنتاكي اللي بنشتريه من بره. خلاص كده انا غطيتها، اوديها التلاجة بقى وهسيبها فترة النقع فيها. بعد كده طلعتها ولازم اصفيها كويس جدا من التتبيلة. بصفيها كده في مصفى اهي، بطلعها احطها في المصفى بالطريقة دي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حبيبتي لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبيلي تعليق جميل منك. بالصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده خلاص خلصت الفراخ بتاعتي. ونيجي للكفر بتاعها الدقيق هنتبله بنفس التتبيلة اللي عملنا بها الفراخ، والكركم والكاري والملح والفلفل، توم البودر والبصل البودر والبابريكا، وهضيف له معلقتين نشا علشان القرمشة بتاعة الكفر، ومش هحط زعتر للدقيق. بدأت كده اقلب الدقيق بتاعي كله في التتبيلة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفرك ربي وأتوب إليك. وكده بدأت أجيب الفراخ بتاعتي قطع الفراخ وأحطها كده في الدقيق. وعندي مية بتلج، مية هي فيها تلج، أحط فيها كده القطع الفراخ، وبعد كده أطلعها تاني في التتبيلة، وأبدأ كده أعملها في الدقيق كده لحد ما تظهر عندي القشور. زي ما انت عايزة بقى 4 مرات 5 مرات لحد القشور ما بتبدأ تظهر علشان تدينا الشكل بتاع كنتاكي او بالشكل ده كده. وببدأ اعمل على حسب بقى الطاسة بتاعتي او الحلة الصغيرة اللي هحط فيها الزيت، 4 وحدات 5 وحدات على قد ما بتاخد الكمية. بحطها في الزيت وبحمرها وبتستوي خالص وبتخلص، وبعمل غيرها، مش بعملها كلها واركنها كده بالدقيق والكفر ده. اول باول على طول بعمل 4 ب4 على طول واحطهم في الزيت. عندي دي صينية غويطة شوية وصغيرة، حطيت فيها الزيت وبدأت انزل فيها كده الفراخ 4 قطع همت على قد ما اخدت. بسيبها على نار عالية لمدة 4 دقايق، وبعد كده بهدي النار وبغطيها بالغطا 10 دقايق
لحد ما تستوي من جوه. وبعد كده ببدأ اشيل الغطا واعلي عليها النار شوية، دقيقتين 3 لحد ما تاخد اللون الجميل ده. وببدأ بعد كده انزل الاربع حتت التانيين لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. بطلعها طبعا على شبكة، مش مناديل خالص، او في اطباق تطلع على شبكة. وبكده خلصت الوصفة بتاعتي. شوف اللحمة من جوه بتاعت الفراخ بيضة وجميلة ومستوية، علشان الفرخة صغيرة واخدت وقت كده في التسوية. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.